أهلا بيكم معانا النهاردة. هنتكلم في موضوع يمكن بيقابل ناس كتير قوي في بيوتها: التعامل مع الطفل العنيد. أيوة فعلا موضوع شائع جدا. معانا النهاردة خلاصة أفكار كده من مصدرين: دليل إرشادي كتبته زهرة اسمه دليل التعامل مع الطفل العنيد، وكمان قصة صغيرة اسمها سامي والعناد. مصادر لطيفة ومفيدة. الهدف بقى إننا نغوص في الأفكار دي ونطلع منها بحاجات عملية، استراتيجيات تساعد أي حد بيتعامل مع طفل بيظهر سلوك العند ده. بالظبط، ونفهم أكتر إيه اللي بيحصل وليه وإزاي نتعامل معاه بهدوء. خلينا نبدأ بأول نقطة لفتت نظري جدا في الدليل بتاع زهرة، وهي الأساس، العلاقة مع الطفل نفسها. دي أهم حاجة تقريبا، الأساس فعلا. الدليل بيتكلم عن أهمية إننا نخصص وقت بجد للعب والتواصل، مش مجرد وجودنا جنبهم وخلاص، لا. الوقت اللي هو فيه جودة مش كمية بس. بالظبط، نستمع لمشاعرهم، لأفكارهم. ده بيخلق كده جو أمان وثقة. ولما الطفل يحس بالأمان والثقة دي بيبقى أسهل إنه يسمع أو يتقبل التوجيه بعد كده. صح. وده ياخدنا للنقطة التانية اللي الدليل بيربطها بيها على طول: هدوء الأهل. آه الحتة الصعبة دي، بس هي حجر الزاوية. ليه بقى؟ إزاي هدوء الأهل ده استراتيجية؟ بصي، لما الأهل بيقدروا قدر الإمكان طبعا يتحكموا في رد فعلهم وقت العند، أول حاجة بيمنعوا الموقف إنه يكبر ويتصاعد. تمام، منطقي. والأهم كمان إنهم بيبقوا نموذج للطفل، بيوروه إزاي يتعامل مع مشاعر صعبة زي الإحباط أو الغضب بهدوء. فعلا، هو تحدي بس تأثيره كبير. طيب، لو الأساس ده موجود، في علاقة والأهل بيحاولوا يكونوا هاديين، إيه الخطوة التانية حسب الدليل؟ الخطوة التانية هي التوجيه الواضح، الكلام الواضح. يعني إيه توجيه واضح لطفل ممكن يكون رافض يسمع أصلا؟ الوضوح هنا ليه كذا شيء. أولاً التوقعات تكون مناسبة لسنه ومفهومة. كلام بسيط بالظبط، جمل بسيطة ومباشرة. والأهم بقى، ودي نقطة الدليل مركز عليها، إننا نركز على السلوك اللي عايزينه مش اللي مش عايزينه. بدل ما تعملش كذا نقول اعمل كذا. بالظبط، بدل ما ترميش اللعب نقول يلا نحط اللعب في مكانها. ده بيقلل الإحساس بالرفض شوية عند الطفل. فهمت. طيب، الدليل كمان ذكر حتة التفاوض، دي كلمة ساعات بتقلق الأهالي. أيوة، عشان كده لازم نوضحها صح. إزاي الدليل بيطرحها؟ مش هنبقى بنضعف موقفنا كده؟ لا خالص، الدليل بيوضح إن التفاوض ده مش استسلام لرغبات الطفل وخلاص، هو اعتراف إن الطفل ده له وجهة نظر، له رغبة، حتى لو مش منطقية؟ حتى لو مش منطقية من وجهة نظرنا ككبار. التفاوض بيكون في الحدود المسموح بيها، وهدفه نفهم هو ليه رافض أو عنيد. نحاول نفهم الدافع ورا العند. بالظبط، ونحاول نلاقي حل وسط لو ممكن. ده في حد ذاته بيعلم الطفل مهارة مهمة جدا، إزاي يعبر عن رأيه وإزاي يوصل لحل. وكمان بيحس إنه متشاف ومسموع، فممكن ده يقلل العند أصلا. تماما، بيقلل الحاجة إنه يثبت نفسه بالعند. جميل. وده يوصلنا للنقطة اللي بعدها في الدليل: التمكين والتشجيع. دي بتكمل الصورة فعلا. فكرة إننا نشجع الطفل ياخد قرارات بسيطة بنفسه، ونركز على الحلو اللي بيعمله، مش بس نقف عند الوحش. أيوة، نديله مساحة يحس فيها بالاستقلالية، حتى لو في حاجات بسيطة جدا، زي مثلا يختار يلبس الطقم ده ولا ده. صح. ولما يعمل حاجة كويسة حتى لو مجهود بسيط، نمدحه ونشجعه، ده بيبني ثقته بنفسه. ولو ربطنا ده بالصورة الأكبر، الطفل الواثق في نفسه واللي حاسس إنه مقدر غالباً مش هيحتاج للعند بنفس الدرجة. بالظبط، العند أحياناً بيبقى محاولة لإثبات الذات أو لجذب الانتباه. لو هو بيلاقي ده بطرق إيجابية مش هيحتاج للطرق السلبية. كل الكلام النظري ده جميل، والقصة بتاعت سامي والعناد بتدي مثال عملي قوي. ممكن تلخصيه لنا بسرعة؟ قصة سامي بسيطة خالص. سامي طفل، مامته وباباه قالوا له الجو شكله هيقلب، البس الجاكيت أحسن. وهو طبعاً كالعادة رفض. أيوة، أصر إنه مش هيلبسه. النتيجة إن الجو فعلا مطر وسامي اتبل وجاله برد. في نتيجة طبيعية لعناده هو حس بيها. تماما، القصة هنا بتورينا إن العند ممكن يكون له عواقب طبيعية الطفل بيتعلم منها. وبتربط بده أهمية الثقة في كلام الأهل اللي بيكون نابع من حب وخوف عليه. بالظبط،
والدرس اللي سامي اتعلمه في الآخر، الاستماع لمن يحبك يحميك، ده تطبيق مباشر لفكرة إن العند ده ممكن يتحول لفرصة تعلم. جميل قوي الربط ده. يبقى لو حبينا نلخص أهم الأفكار كده بسرعة من المصادر دي. أول حاجة العلاقة القوية، الثقة، الاستماع، ده الأساس. تاني حاجة هدوء الأهل وقت العند عشان الموقف ما يكبرش وعشان نكون قدوة. وبعدين التواصل الواضح والإيجابي، ونركز على المطلوب مش الممنوع. ومعاه استعداد لفهم وجهة نظر الطفل والتفاوض البسيط اللي بيعلمه مهارات. وأخيراً تشجيع الاستقلالية ومدح السلوك الكويس عشان نبني ثقته بنفسه ويقل احتياجه للعند. وممكن نضيف كمان تغيير نظرتنا للعند نفسه، مش كمعركة لكن كفرصة للتعلم. أيوة، وطبعاً ما ننساش الإشارة اللي في الدليل إنه لو الموضوع زاد عن حده وبقى صعب قوي، طلب المساعدة المتخصصة بيكون مهم. وفي الآخر حابين نسيبكم مع الفكرة اللي ختمت بيها قصة سامي، وهي فعلا تستحق التفكير. العناد قد يجعلنا نخطئ، لكن التعلم من الخطأ يجعلنا أذكى وأقوى. فكرة جميلة نختم بيها. نتمنى تكون الأفكار دي مفيدة